بسم الله. عندنا هنا بيضه، نيشه ديال الفاني، قشره د الحامض محكوكه، رشيشه ملح، ونخلط. منين كيدوز السكر وكيولي الخليط ديالنا بحال هكا، غادي ندوزو دابا باش نزيدو الزيت. عندنا هنا 2 معالق كبار ديال الزيت، نعاودو نخلطو. هنا علبه ديال اليوغورت طبيعي من فئه 125 غرام، غنزيدوها كامله. وبنفس العلبه غادي نعبرو الحليب حتى هو غادي نزيدوه. هانتوما العلبه عمرتها بالحليب، ونزيدو نعاودو نخلطو. هنا عندنا 2 خمارات غادي نزيدوهم. طحين حسب الخليط، نزيدو الكاس الاول، الكاس الثاني، غادي نخلط. هذا هو الخليط اللي خاصنا نحصلو عليه، كيكون شويه ثقيل على خليط ديال البغرير وخفيف على هذاك ديال الكيك. صافي دابا غادي ندوزو باش نطيبو البانكيك ديالنا. هنا المقله ديالي كتسخن، غادي ندهنها بشويه ديال الزيت احتياطا وما كتلصقش. هنا بشويه ديال الزيت باش كدير لنا ديك الطبقه الذهبيه. صافي كنوزو الخليط ديال البانكيك ديالنا. نديرو نتوما المقدار اللي بغيتو، لي بانكيك يجي يكون كبار صغار اللي بغيتو نتوما. صافي كنقصو عليها البوطه ونخليوها طيب على خاطرها. هنا كتبان لينا بانكيك بدات كديرو قابيل، كنقلبوها كنخليوها تكمل طياب على نار دائما هادنه. هانتوما شوفوا معايا شميعه. بانكيك ديالنا وجد، شوفوا ما شاء الله كي كيجي 2 طبقات. هذا هو الشكل ديالو. غنعاودو نفس الطريقه، كنديرو شويه ديال الزيت باش تجينا ديك الطبقه ذهبيه كما شفتوا معنا. وهذا الخليط حاولوا تخرجوا منه الهواء. الحبه الاولى، هذه الثانيه، نفس الطريقه كنحاولوا نبسطوها. حاولوا نجيبوهم نفس التقاده، ما تجيش وحده كبيره وحده صغيره. صافي والعافيه مهيله، ونخليوه يطيب على خاطره. وبنفس الطريقه ملي كيبانوا لينا هاد التقيبات هادو طلعوا الفوق، كنقلبوا البانكيك ديالنا بحال هكا، نخليوها طيب على الجهه الاخرى. نزيد شويه العافيه باش تنفخ لينا البانكيك، ونردو معاها البال. وها هي البانكيك ديالنا مره ثانيه، شوفوا كيفاش كتجي. صافي كنستمروا بحال هكا حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا كامله. نتلاقاو في الطبق النهائي ان شاء الله. وهادو هما لي بانكيك ديالنا، كيجيو بهذا الشكل هذا، هشاشين بزاف ورطب ولذاذ بمذاق الحامض. نتمنى يكونوا عجبوكم وتجربوهم بالصحه والراحه. السلام عليكم.